بنقابل ناس كتير في حياتنا، في منهم وجوده بيخلينا نحس بالأمان والسعادة، وناس تانية وجودهم بيكون سبب في الألم والضغط النفسي. العلاقات السامة مش دايما بتكون واضحة من البداية، وكتير ممكن تلاقي نفسك محاصر في علاقة بتستنزف طاقتك وصحتك النفسية. النهاردة هنكتشف أهم العلامات اللي بتقول إنك في علاقة سامة، وإزاي تتعامل معاها وتخرج منها للأبد. أهلا بيك. أول حاجة لازم نعرف إيه هي العلاقة السامة. ببساطة العلاقة السامة هي العلاقة اللي بتأثر عليك بشكل سلبي وبتخليك تشعر بالتوتر والقلق والإحباط بشكل مستمر. العلاقة السامة ممكن تكون مع أي حد في حياتك، شريك حياتك، صديقك، أو حد فرد من العائلة. لما تكون في علاقة سامة كل شيء بيبدأ يتأثر، صحتك النفسية، ثقتك بنفسك، وحتى قدراتك على التعامل مع الحياة اليومية. خلونا نحدد العلامات الشائعة اللي بتؤكد وجود علاقة سامة. أول حاجة السلوك المسيطر والغيرة المفرطة. إذا كان الطرف الآخر في العلاقة بيحاول يراقب كل خطوة بتعملها أو يشعر بغيرة مفرطة بشكل يسبب لك ضغوط نفسية، ده مؤشر قوي إنك في علاقة سامة. العلاقة الصحية لازم تكون مبنية على الثقة المتبادلة والاحترام، لكن لو بدأ الطرف الثاني يحاول يحدد لك حياتك أو يمنعك من التواصل مع الناس، ده دليل على وجود علاقة سامة. تاني حاجة النقد المستمر والتقليل من شأنك. لو الشريك أو أي شخص في حياتك دايما بيحاول يقلل منك أو يوجه لك انتقادات جارحة من غير سبب، ده سلوك سام. في العلاقات السليمة المفروض يكون الشخص التاني بيدعمك وبيساعدك على النمو، لكن لو بيهاجمك طول الوقت فده بيخليك تشك في نفسك وتفقد ثقتك. تالت حاجة الإساءة العاطفية والتلاعب. بعض العلاقات السامة مش واضحة للناس من بره، لأن التلاعب العاطفي بيخلي الشخص يغير مشاعرك ويخليك تشك في نفسك. الشخص ده بيقنعك إنك مش كفء أو إنك مش جدير بالحب والاحترام. لما تبدأ تشك في نفسك وتفقد تقديرك لذاتك بسبب الشخص ده، يبقى أكيد في إساءة نفسية. رابع حاجة العزلة عن الأصدقاء والعائلة. لو بدأت تحس إنك بتبعد عن أصدقائك وعيلتك لأن الشخص التاني في حياتك بيخليك تحس إنك لازم تكون لوحدك، دي علامة خطيرة في العلاقة السامة. الشخص ممكن يحاول يبعدك عن الناس اللي بيحبوك وبيدعموك علشان يقدر يسيطر عليك بشكل أكبر بدون ما تطلب مساعدة من حد، أو بيخاف يسيبك تستقبل الاحترام والحب اللي تستحقهم من دايرتك. خلونا نحدد الآثار المدمرة للعلاقات السامة. العلاقات السامة مش مجرد مصدر الألم العاطفي، دي لها تأثيرات عميقة. أول حاجة تأثيرها على الصحة النفسية والجسدية. العلاقة السامة بتسبب تكرار الشعور بالإهانة أو الضغط النفسي المستمر، وده ممكن يوصل لمشاكل نفسية زي الاكتئاب والقلق والتوتر المزمن. المشاعر السلبية المستمرة بتأثر على حالتك النفسية وبتخلي حياتك مليانة باضطرابات، ومع مرور الوقت بتبدأ التأثيرات السلبية تتراكم وتصبح جزء من حياتك. وتاني تأثير بيكون تأثير على احترام الذات. لما الشخص يتعرض لنقد مستمر أو تقليل من شأنه، بيبدأ يفقد ثقته في نفسه ويشك في قدراته وأحقيته للحب والاحترام، وده يوصل إلى ضعف تقدير الذات ويأثر على علاقاتك الشخصية والمهنية. الشخص في العلاقة السامة بيبدأ يصدق الأفكار السلبية عن نفسه ويعيش في حالة من الاضطراب الداخلي. جودة حياته بشكل عام هتتأثر بتأثير العلاقة السامة. ثالث تأثير العلاقات السامة هي العزلة الاجتماعية. واحدة من أبرز الآثار للعلاقات السامة هي العزلة. الشخص في علاقة سامة بيبدأ يشعر إنه مش قادر يشارك مع الآخرين أو حتى يتكلم عن مشاعره بسبب الخوف من الرفض أو السخرية. ده بيؤدي لبعد عن صحابه أو عيلته، وبالتالي ينعزل بشكل أكبر. العزلة دي بتخليه يفقد الدعم الاجتماعي اللي محتاجه، وهيزيد إحساسه بالوحدة وهتزيد فرصة استنزافه من العلاقة السامة. طب إزاي نقدر نتخلص من العلاقة السامة؟ أول حاجة الاعتراف. لو كنت حاسس إنك عايش في العلامات اللي اتكلمنا عنها، يبقى لازم تسمح لنفسك تقبل الحقيقة عشان تقدر تخرج من العلاقة سليم نفسيا. بمجرد ما تعترف إنك في علاقة سامة، هنا يبدأ التغيير. إنك تعترف إنك في علاقة سامة ده أصعب جزء، لأنك ممكن تكون متعلق بالشخص أو خايف من إحساس الخسارة أو خايف من الوحدة، أو مش عايز تعترف لنفسك إنك ضيعت وقت من عمرك في علاقة مؤذية.
لكن لازم تعرف انك تستحق افضل وتبني حدود. وتاني حاجة هي بناء علاقات صحية. عشان ما تتكررش خطأ العلاقة السامة تاني، لازم تبني علاقات صحية مبنية على الاحترام والتواصل السليم. العلاقات الصحية بتدعمك وبتساعدك تكون أفضل. في العلاقة الصحية كل طرف بيسمع للتاني، بيحترم مشاعره، بيحترم حدوده. لما تقدر تعبر عن نفسك وتكون مرتاح في التعبير عن احتياجاتك بدون ابتزاز أو تقليل من مشاعرك أو تهديد من الطرف التاني، العلاقة بتبقى قوية ومستقرة وبتتطور. وتالت حاجة في الخلاص من العلاقة السامة هو بناء الحدود. كل شخص له مساحته الشخصية، ودي لازم يكون واضح في العلاقة. تعلم تقول لأ وتحافظ على حدودك من بداية العلاقة عشان تمنع المستغلين والسامين من التمادي. وتبين لنفسك ان رفض الطرف التاني لحدودك هو علامة انذار بتقول لك انك تتمسك بحدودك اكتر وتبعد عنه. الحدود بتخليك تحافظ على صحتك النفسية وبتمنع تكرار نفس الأخطاء في العلاقة. لازم تركز على التواصل الجيد والاحترام المتبادل وتحديد حدود واضحة. وفي النهاية لازم تعرف إن العلاقات السامة مش بتظهر فجأة، لكن بتكون عبارة عن تراكمات سلبية بتتراكم بمرور الوقت. لو لقيت نفسك في علاقة سامة، لازم تعترف بده لنفسك وتبدأ فورا في اتخاذ خطوات حقيقية للخروج منها. مهم كمان ان احنا نفهم انه احيانا بعض الصفات فينا ممكن تكون السبب في جذب الاشخاص السامين. ممكن تكون شخص متسامح جدا او بتحاول ترضي الجميع او عندك صعوبة في انك تقول لا. لازم تكون واعي لده وتبدأ تثق بنفسك وتحافظ على حدودك. شاركونا التعليقات.